حبايب قلب المو، مساء الفل عليكم. في ظل هذه الظروف العصيبة واللحظات الملحمية كان لازم اطلع اطل عليكم ونقول كلمتين على السريع. طبعا بكرة ان شاء الله ماتش النادي الزمالك مع نادي بيراميدز، واللي انا بسميه ماتش الدوري، لان بفوزك على بيراميدز بكرة انت بنسبة 50-60% بطل الدوري السنة دي. لان زي ما احنا عارفين الدور الثاني من الدوري او مرحلة البطل زي ما بيسموها، اهم ماتشين فيهم هما ماتش بيراميدز وماتش الاهلي. بس انا شايف ان ماتش بكرة بتاع بيراميدز ده اهم كمان من ماتش الاهلي، لان بنسبه كبيره فوزك على بيراميدز بكره هيديك اريحيه في ماتش الاهلي. وده مش معناه انك تجيب ورا وتخسر من الاهلي، بس عايز اقول لك انك حتى لو اتعادلت فانت برضه هتفضل راكب الدوري. لان برضه عايز اقول لك ان ماتش الاهلي السنه دي هو ماتش غير مضمون بالمره، لان ماتشك الجاي مع الاهلي هيبقى واحد من اصعب لقاءات القمه اللي نادي الزمالك هيلعبها في حياته. لان اداره النادي الاهلي بالاداره الفنيه باللعيبه، الماتش ده بالنسبه لهم هو انقاذ الموسم مع الجماهير. لان زي ما احنا عارفين اخواتنا الاهلاويه السنه دي حتى بعد خسارتهم لكل حاجه في الموسم ده، لو كسبونا الماتش اللي جاي هيبقى عندهم بالدنيا. واداره ناديهم عارفه الكلام ده كويس، ولاعيبتهم عارفه الكلام ده كويس، فماتشهم معاك هيبقى ماتش حياه او موت. ففرصتك الحقيقية انك تخلص الموضوع وتقتله من ماتش بكرة، وبيتهيألي دي حاجة مش صعبة عليك. زي ما عملتها في الدور الاول تقدر تعملها برضه في الدور التاني. اما بقى رسالتنا او رسالتي انا بالاخص للعيبة فهي رسالة بسيطة خالص، لان بصراحة انا مش من انصار الافورة وحتة انا عايز 11 راجل في الملعب والماتش ده حياة او موت وما تطلعش من الارض دي غير وانت كسبان. اصل احنا مش رايحين نفتح عكة، هي في الاخر كورة. انا كل اللي طالبه من لعيبة الزمالك انها تعمل اللي عليها، كل اللي طالبه من لعيبة نادي الزمالك انها ما تستخسرش فرحة جمهورها. انا عارف العلاقة القوية والازلية اللي بتجمع ما بين جمهور نادي الزمالك ولاعيبته، وعارف ومتأكد قد ايه لعيبته حاسة بالعلاقة دي، وبرضه عارف ومتأكد ان لعيبة نادي الزمالك عارفة ان فرحة جمهور نادي الزمالك السنة دي بالدوري والكونفدرالية هتبقى غير اي فرحة فرحوها قبل كده. لان خلينا متأكدين ان فرحتك السنة دي هي فرحة ما كانتش متوقعة بعد المشاكل اللي حصلت معاك من بداية الموسم، من بداية سحب الارض ولما وصلنا ل 14 قضية وقف قيد ولاعيبة ما بتاخدش مستحقاتها وثلاث اربع لعيبه فسخوا عقودهم ومشوا. فبعد كل اللي حصل ده ان انا اعمل ده، فطبيعي ان فرحتي تكون مش عاديه. وانا كل اللي طالبه من لعيبه نادي الزمالك ما تستخسرش الفرحه في الجمهور اللي وقف في ظهرك في احلك الاوقات. اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا، لان مفيش حاجه بتيجي عافيه، كلها بارادته. وخليك متاكد مليون في الميه انك حتى لو عملت اللي عليك والنتائج لا قدر الله ما جاتش في صالحك، عمر جمهور الزمالك ما هيزعل منك. لاني قلتها قبل كده مره واتنين وهقولها لك لتالت مره، جمهور الزمالك عمره ما هيزعل منك لو خسرت، بس هيزعل منك لو قصرت. وان شاء الله ربنا ما يجيبش تأثير، وان شاء الله التلاتة بونت بكره بتوعنا والدوري بتاعنا والكونفدراليه بتاعتنا، وكلنا ثقه في لعيبه نادي الزمالك وجهازه الفني. وانت بقى يا صديقي الزملكاوي ما تنساش تكتب لي توقعك لماتش بيراميدز بكره، وتعمل لي اللايك الجميل، وتعمل فولو للبيج الجديده سواء كنت بتتابعني على تيك توك او فيسبوك او حتى يوتيوب. واشوف وشكوا على خيرة الله، احلى اخوات واحلى متابعين.